أول انهيار كان من مين؟ الغريب إن أول حد بدأ يتكلم ما كانتش ريا ولا سكينة، كان عرابي حسان، واحد من الرجال اللي كانوا الإيد اللي بتنفس في العصابة. عرابي ما كانش أذكى واحد ولا أجرأ واحد، وكان باين عليه إنه أضعف من إنه يتحمل الضغط. وأول ما اتسأل عن سبب وجود دهب ستات مختفية عنده انهار وقال جملة قلبت المشهد كله: أنا ماليش ذنب، أنا كنت بساعد بس. ومن هنا اتفتحت سكة الاعتراف. عبد الرازق يوسف اعترف إنه كان بيحفر بس ما كانش بيقتل. حسب الله قال إنه كان بياخد أوامر من ريا وسكينة. عبد العال قال إن دوره يمسك الضحية من قدام علشان الرجالة يكتموا نفسها. كل واحد منهم كان بيحاول يبرأ نفسه ويحمل التهمة لحد تاني. أما ريا وسكينة فكانوا أصعب اتنين يتكسروا. سكينة كانت بتضحك ضحكة عصبية مستفزة بتحاول تبين إنها مش خايفة، وريا كانت ساكتة عينها بتلف تحاول تلاقي ثغرة تهرب منها. ولكن المفاجأة جت من سكينة بعد ما واجهوها بقطع الذهب اللي اتعرف أهالي الضحايا عليها، وبالجثث اللي لقوها مدفونة لما حفروا في البيوت، وباعترافات الرجالة. سكينة انفجرت